هاي، انا جايه النهارده اقول لك الخلاصه للموضوع اللي انا قرفاكوا بيه على السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا، وهو اتمرني تمارين مناسبه لشكل جسمك. ارجوكي اتمرني تمارين مناسبه لشكل جسمك، ما تروحيش ترصي تمارين وخلاص. انا في الفيديو ده هقول لك كام تمرين واتمرنتيهم تتمرنيهم بحجم تدريبي قليل وشده قليله، عشان ندخل في الموضوع واقول لكم ايه هي التمارين دي وليه، عشان تبقوا مقتنعين، ما بقاش طالعه ارص لكم كلام وخلاص واقول لكم عندكم تمرين واحد اتنين تلاته ابعدوا عنهم او اشتغلوهم بشده قليله وخلاص من غير ما افهمكم ليه. انا بقى هفهمكم ليه دلوقتي. هشرح لكم 4 مصطلحات نعدل قعدتنا عشان الموضوع ده مهم. هشرح لكم 4 مصطلحات. اول مصطلحين وهي تمارين عزل وتمارين مركبه. تاني مصطلحين الفوليوم والانتنسيتي. طيب، اول اتنين تمارين عزل وتمارين مركبه، لازم تعرفي الفرق ما بين الاتنين عشان انت بنفسك تبقي عارفه انت في الجيم التمرين ده تمرين عزل وتمرين مركب. التمرين ده هيمشي في اتجاه ان انا عايزه احرق سعرات اكتر مع ان انا ببني كتله عضليه، ولا هيرمي لي حجم عضلي اكتر. التمارين المركبه هي التمارين اللي بتشغل اكتر من عضله واكتر من مفصل. تمارين العزل هي التمارين اللي بتشغل مفصل واحد وعضلة واحدة أو بتهت عضلة واحدة. طبعا ما فيش في الدنيا تمرين هيشغل لك عضلة واحدة لوحدها، كده كده هما بيكونوا مجموعة عضلات، بس إنه التمرين ده بيهت العضلة دي. الفورس كلها جاية من العضلة دي، عن لما يكون تمرين مركب بتكون مجموعة عضلات كلهم بينتجوا الفورس اللي طالع في التمرينة دي. المهم ان احنا لما بيكون عندنا عميل عايز يتخن، بنوتة مثلا عندها نحافة عايزة تكبر حجم جسمها، فهي رايحة الجيم عشان تعمل هايبرتروفي، فبنتجه اكتر لتمارين العزل. والعكس صحيح، لما بتكون بنوتة هي عايزة رايحة الجيم عشان تلوز فات أو تلوز ويت عموما، فبنتجه أكتر للتمارين المركبة. ومش معنى كده إن اللي بيخس ما بيعملش تمارين مركبة عزل واللي بيتخن ما بيعملش تمارين مركبة، لا، الاتنين بيشتغلوا كل حاجة، بس احنا بنقول الأكتر إيه أو اللي بنركز عليه إيه. لحد كده حلو. تاني حاجة، تاني مصطلحين الفوليوم والانتنسيتي. الفوليوم هو عدد التمارين او عدد المجاميع اللي بنشتغلها للعضلة الواحدة. الانتنسيتي شدة التمرين بتاعتك عاملة ازاي، بتجيبي اقصى حاجة تعرفي توصلي لها في المجموعة ولا لا، المجموعة شدتها عاملة ازاي، الوزن انت بتفليري بيه ولا لا، الشدة كده بتاعت المجموعة انت طالعة هلكانة من المجموعة دي ولا لا. هي دي شدة التمرين الانتنسيتي. الفوليوم هو حجم التمارين، حجم عدد التمارين اللي بتعمليها للعضلة الواحدة. هتخش بقى في المهم، وهو التمارين اللي مش عايزين نشتغل عليها بفوليوم وانتنسيتي عاليين. لو انت بنوتة عندك تراكم دهني في اماكن معينة والاماكن دي ما بتخسش بسهولة، طبعا 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 تركزي في الحتة اللي جاية دي. اول حاجة تمارين العزل للعضلة او للمكان اللي عندك فيه مشكلة هتوديكي في داهية. يعني لو انا عندي تراكم دهون في رجلي، ما اروحش العب تمارين عزل الرجلي، ما اروحش العب ليج اكستنشن، ما اروحش العب ليج كيرل، ما اعملش كده. عندي سكوات، عندي اشكال السكوات، عندي اللونجز، تمارين مركبه بتشغل الرجل كلها مش بتشغل عضله. هناخد التمارين كده من الابر بودي لللور بودي. اول حاجه من فوق عندك الترابس، تمارين الشرجز اللي بتعملي فيها كده، بتطلعي فيها كتافك كده. اي تمرين بتطلعي فيه كتافك كده فانت كده بتطلعي ترابيس. صباح الفل، انت كده بتطلعي ترابيس. لو انت بقى مش همك وانت اصلا اوريدي رايحه عشان مثلا انت عندك الابر باك ضعيف بقى وعايزه مش مهتمه بالمواضيع التانية وانوثه ومش انوثه، خلاص اعملي بس كده كده ترابيس. اتفقنا بقى. تاني حاجه ننزل تحت شويه تمارين الابر باك. ما بقولكيش ما تتمرنيهاش، بس اتمرن اللي يناسبني. يعني ما اروحش العب تمرين عزل للكتف الخلفي، البيك ريفرس فلاي، الكرسي اللي بنعمل عليه تمرين الشيست لما بنقعد بالعكس بقى اسمه ريفرس فلاي. انا ماسكه الويت اهو وبفتح لبره، ده تمرين عزل للكتف الخلفي. يعني ايه تمرين عزل؟ يعني الكتف الخلفي شغال بكفاءة كبيرة، يعني يديكي ضخامة عضلية كبيرة. مش عايزين كده، مش عايزين كده. ممكن تلعبيه بس العب فوليوم قليل انتنسيتي قليلة. يعني ايه؟ يعني عدد مجاميع قليل وشدة او اوزان قليلة.
ممكن نلعب مكانه ايه؟ ممكن نلعب مكانه بنت اوفر ريفرس فلاي. هو الشكل، هحاول احط لكم الاشكال التمارين اللي انا بتكلم فيها دي. هو الشكل اللي ان شاء الله باذن الله هتكونوا شايفينه دلوقتي قدامكم. ده تمرين للكتف الخلفي، بس هو مش تمرين عزل، فيه عضلات كتير شغاله معانا، فمش هيرمي معانا ضخامه عضليه زي تمرين الريفرس فلاي على القاعد. تالت تمرين الوحوش بقى، تمارين الوحوش، الباي والتراي اللي ما فيش بني ادمه في الجيم بتروح الجيم ما بتعملهمش. عايزه تخس بتعملهم، عايزه تتخن بتعملهم، عايزه تشد جسمها بتعملهم، مش عايزه تشد جسمها مش بتعملهم. يا جماعه اختاري تمارين تناسب شكل جسمك. فلما انا يبقى انا رايحه الجيم عشان اخس وعندي دراع كبير، ليه اروح اتمرن باي وتراي؟ ليه؟ هيعملوا لي ايه؟ انا مستنيه يعملوا لي ايه؟ هيضخموا لي دراعي عشان هيكبروا لي العضله. اتفقنا؟ طيب هل لو انا اتمرنت او اعتمدت على التمارين المركبه، يعني كده عضلات دراعي مش هتشتغل، كده عضلات دراعي مش هتتشد؟ ما هتتشد وهتشتغل. احنا مش محتاجين اصلا اكتر من كده مؤقتا، بتكلم مؤقتا لحد ما تحسي ان دهون جسمك بدات تنزل، بدات تحسي اني والله لا، انا لو حصل ضخامه عضليه في الفتره دي مش هتضايق من حجم دراعي. وقتها قشطه، وقتها قشطه، عيشي حياتك. غير كده حاولي تعتمدي على التمارين المركبه. يعني انا لما اعمل شيست بريس، هل التراي مش شغاله معايا؟ هو انا لما اعمل باك، هل التراي بول داون مثلا، او بنت اوفر ريفرس جريب ايا كان، هل التراي مش شغاله معايا؟ الباي مش شغاله معايا؟ الباي شغاله معاكي حضرتك، الباي شغاله معاكي والله العظيم. فمش لازم يعني مش لازم كل البنات في الجيم واقفه عماله تعمل كده. ليه؟ ليه حضرتك؟ انت لو رايحه تخسي انت مش مضطره، مش مضطره تكبري حجم دراعك، ملوش 30 لازمه. بالمناسبه اغلب التمارين اللي هقولك عليها تبعدي عنها هي تمارين عزل. ليه؟ لان هي التمارين اللي بترمي ضخامه عضليه. اللي بعده في اللور بودي الليج اكستنشن والليج كيرل. جماعة بيرموا ضخامة عضلية، يا جماعة دي تمارين عزل، تمارين عزل بتهات العضلة، بتخليها تبمب لبره. فانت فاهمة البمب بيكون نافخ لك رجلك ازاي؟ فانت ممكن تكوني حرفيا خاسة بس رجلك منفوخة. هو ده اللي تمارين العزل اللي الرجلين بتعمله. اتفقنا؟ فتحاولي على قد ما تقدري تشتغلي بالتمارين المركبة، اشتغلي بالتمارين اللي بتشغلك عضلات كتير، زي سكوات، لونجز، هيب ثروست، ار دي ال. اتفقنا؟ هيدوكي بم. طب انت عايزه تمرنيهم، اقلل الشده، اقلل الاوزان، اقلل المجاميع بتاعه العضله الواحده. واخر حاجه بقى اللي نسيت اقولها لكم، تمارين الكتاف. تمارين الكتاف هتعرض كتافك لو انت اصلا كتافك عريضه، لو انت اصلا جيناتك حلوه بتستجيب كويس للتمرين، بترمي كتله عضليه بسرعه. في ناس جيناتها كده، لو راحت اتمرنت لها شهرين ثلاثه الكتله العضليه بانت اخر فيها حاجه. انا والله العظيم مش جايه اعقدك ومش جايه اقول لك لا انت التمارين دي ما تعمليهاش، لا ممكن تعمليها. انا عن نفسي دلوقتي بعملها بعد ما فهمت وعقلت وفهمت الواقع في الجيم عامل ازاي، بعملها لاني انا اوريدي بحب الحديد وبحب التمرين وبحب التمارين دي اصلا. بس بعملها بقى بذكاء، لو فوليوم لو انتنسيتي. من الاخر بعملها بهدف التقويه، مش بهدف يعني انا بعدي عليها كده. بس مش ان انا رايحه انا هتمرن تمرين كتف. ليه انا كبنوته اروح اتمرن تمرين كتف؟ حد يديني سبب. ليه بنوته تروح تعمل تمرين كتف؟ مستنيه ايه؟ سواء كنت بقى بتضخمي، سواء كنت انت رايحه الجيم تعملي هايبرتروفي ضخامه عضليه، او انت رايحه تلوزي ويت او تلوزي فات. ليه يكون في جدولك ان انت تروحي تعملي تمرين كتف؟ ليه يكون في جدولك انت رايحه تعملي تمرين دراع؟ ليه فاهميني ليه؟ احنا العضلات دي عايزين نقويها ونشدها، نخليها توند، مش نعمل فيها هايبرتروفي نكبرها. اتفقنا؟ فاختاري التمارين اللي تناسب شكل جسمك. هل كلامي انا ده ينطبق على كل البنات؟ لا. يعني مثلا في بنات، هقول لكم حاجه، في مثلا بنات من فوق مليانه او كتافها عريضه كعظم، ورجلها من تحت رفيعه خالص. اتفقنا؟ طيب هل دي يمشي عليها اللي انا قلته؟ لا. دي لو لعبت leg extension و leg curl، يعني تمارين عزل لرجليها، هترمي معاها هايبرتروفي وضخامه عضليه، فتوازن شكل جسمها فيبقى فوق وتحت الاتنين متناسقين مع بعض. لكن لو انت مثلا بنوته وعندك تراكم دهون في اللور بودي، عندك تراكم دهون كبير في رجلك، ورجلك ما بتخسش بسهوله، تروحي تلعبي لي ليج اكستنشن وليج كيرل، يبقى انت كده بتعملي ايه؟ بوب، بامب، بتنفخي رجلك. اتفقنا؟
بس هي دي النقطة اللي أنا عايزة أقولها لكم، كده ما فيش قاعدة يا جماعة، كل واحدة بتختار اللي يناسبها، واللي يناسبها ده بيبقى بناء على إيه؟ شكل جسمها، استجابة جسمها وجيناتها وهدفها. بس كده. ولو ما تعرفينيش، أنا كوتش أودي، وأنا عارفة إن أنا جاي أقول كلام غريب شوية، بس يعني الواحد لازم يقول الحاجات اللي بيتعلمها. وانا حاسه ان انا هاخد ثواب في البنات والله العظيم في الموضوع ده. المهم، ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، وعشان تدعميني، لاني فعلا الشانل محتاجه دعم اليومين دول. فلايك وسبسكرايب، لو انتي كسلانه ما تكسليش، اعتبريها ثواب وتبرع كده لوجه الله. بس باي.